ننقل لك الحدث بالصوت والصورة ليكتمل لك المشهد. التطورات التكنولوجية السريعة الأقاليم الجنوبية كامل المملكة، وهي حرفة الصياغة، صياغة الفضة والحلي. هذه الحرفة كما كتعرفوا نتوما كاملين كتخدموها وكتشتغلوا فيها، وعندها آفاق كبيرة خاصها غير تطور مع الحفاظ على الطابع الأصيل بطبيعة الحال ديالها، ولكن في نفس الوقت الملاحظ راه إلا لاحظتوا كاملين بأن الصانع التقليدي كان كيخطي 60% من العمل ديالو في عمل عضلي ما عنده علاقة بالفكري. مجمع الصناعة التقليدية فرحانين له لأنه عاد عنده مجمع في المستوى وبالمعايير اللي خصها تكون واللي كاينة أصلا في جميع بقاع المملكة. وهذه فكرة زينة على أساس أنه الماتيريال أو الآلات المتواجدة داخل المجمع يسيروها نسب. اليوم كما تبعتوا معنا كانت توقيع اتفاقية بين مديرية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية بالتنسيق مع السلطة المحلية وجمعية مركب الصناعة التقليدية بالداخلة. الهدف منها هو افتتاح ورشة للدعم التقني الخاص بحرفة الصياغة. الهدف من هذه الاتفاقية هو وضع رهن إشارة الصناع آلات جماعية اللي ما يبدوهم يشتروها غالية عليهم، كنوضعوها رهن إشارتهم بشكل جماعي لأنها آلات جماعية اللي غتساهم بشكل كبير في تخطي كراهين أساسيين. الأول مرتبط بالتطورات التكنولوجية السريعة، والثاني مرتبط بالتطورات ديال السوق، وبالتالي هذه الآلات اللي غادي تساهم بشكل كبير في تخطي واحد 60% من الوقت اللي كنضيعوا الصانع التقليدي في العمل العضلي ديالو، وغادي يبقى له الوقت الكافي باش يبرز الموهبة ديالو والكفاءة ديالو والهبة اللي عطاه مولانا في المنتجات المحلية. إذن هذه الورشة هي للدعم التقني للصناع الممارسين فعليا لحرفة الصياغة، وهي مفتوحة في وجه جميع الصناع سواء اللي داخل المجمع أو خارج المجمع. إذن هي ورشة جميلة. الاتفاقية تدخل في إطار الدعم التقني للصناع التقليديين لحرفة الصياغة، وكما شفتوا بأنه توقيع هذه الاتفاقية يقدم مجموعة تاع الآليات اللي تساعد الصانع التقليدي أولا باش يطور المنتوج التقليدي نتاعو، وثانيا باش يمكن الإبداع ويكون عنده الإنتاج كثير سميتو باش يمكن يشجعوا على التسويق نتاع المنتوج. إذن هذا هو الهدف من هذه الورشة التقنية. هم كذلك هم هذه تغيرها وتجبد وتعطيك لها العين الصغيره اللي بغيت، وهذه لابد لها تتم تغير هذا. اذا كان الصانع التقليدي فكري لا يخبط كل ما طرق على فيه التعب. الحمد لله الدعم هذا الشيء هذا راه الحمد لله.